مهنتك بتبقى اكتر طاقه جسديه ولا طاقه نفسيه ولا طاقه ذهنيه؟ طاقة هرمونية. إن الطاقة الهرمونية هي اللي بتأثر على الطاقة النفسية. ده بيفرق ما بين السيدة والرجل، بمعنى إن اللي بيتحكم في أي سيدة هو الهرمون أو الهرمونات بشكل عام، ده تأثيره عليها هي أكتر من الرجل. ففي شغلي أنا علشان سيدة وعلشان شغلي مرتبط جدا بالجزء النفسي والصحي، فبيبقى هرمونات كويسة فيبقى جزء صحي نفسي يعني. بالنسبه لك ولا بالنسبه اللي قدامك اللي هو المريض او اللي محتاج لمساعده؟ بالنسبة لي أنا طبعا إني لما هشتغل فلازم أكون مرتاحة نفسيا وابقى عارفة أنا النهاردة بفكر إزاي، هرموناتي عاملة إزاي، فبيبقى تأثيره جدا قوي طبعا على النفس. يعني نقدر نقول طاقه نفسيه، طاقة هرمونية نفسية. يعني خلينا نوضحها سيبك أكتر من الهرمونات للسيدات، لأنه أنا بتكلم عن المهنة. أنا مش بنسب المهنة الرجل أو ست، أنا بتكلم هل المهنة استهلاكها أكتر الذهني ولا الجسدي ولا النفسي؟ طيب أحب أوضح بس جزء، لأن كتير من الناس بتحب تحدد طريقة الكلام ما بين أو لأ، واحد أو اتنين. لكن تفسيري بالنسبة لشغلي أو بالنسبة للناس اللي بتعامل معاهم الكلاينتس، تفسير إن هتعامل مع سيدة غير ما هتعامل مع رجل. السيدة لما بتيجي إني هتعامل معاها لازم أكون عارفة هل هي في الوقت ده ما عندهاش أي مشكلة هرمونية،